مساء الخير عملائنا ومتابعينا في مصر وفي الدول العربية، ويعني نتمنى كمان نكون لينا متابعين في جميع أنحاء العالم. بنشكر ثقتكم وبنشكر دعمكم الدائم لينا. معاكم كابتن أحمد باهر من مجموعة مزارع دوجز ايجيبت، مركز تدريب كلاب الأمن والحراسة وتعديل السلوك والإقامة العلاجية، ومتخصصين إنتاج كلاب الراعي الألماني أو الجيرمان شيبرد. النهارده هنتكلم فيديو مهم جدا جالنا استفسارات كتيرة عليه، وهو أساس التربية وأساس الإنشاء الصحيح لحيوانك الأليف أو الكلب بتاعك. النهارده كذا سؤال جه: إيه الأكل الصحي اللي أنا المفترض أكله للكلب؟ تكلفة الغذاء للكلب المفترض تبقى كام؟ هل أعتمد على الدراي فود ولا اعتمد على الفريش فود؟ هل امرج بين الاتنين؟ يعني الوجبة بتاعتي بتبقى منقسمة ل 50% دراي فود 50% فريش فود. طب ايه انواع الدراي فود اللي انا اجيبها؟ طب الفريش فود اجيبه منين او اعمله ازاي؟ طب هل ااكل اكل كامل السوى ولا نص سوى، ولا ااكل الفريش فود في حاجة اسمها الرو فود او الاكل الني؟ أسئلة كتيرة جدا جات لنا، ولكن خلينا نبسط الموضوع على حضراتكم ونمشيها ستيب باي ستيب. أول حاجة النهاردة أنا لما بشتري بابي، البابي المفترض إن إحنا هنقول إن إحنا بنشتري البابي في سن ال 45 يوم اللي هو الشهر ونص. فهو المفترض إن البابي ده عدى على مرحلة الفطام بتاعته تقريبا حوالي من 20 يوم لاكتر. البابي مثلا ممكن يتفطم في سن ال 25 يوم، في بابي ممكن يتفطم في سن ال 30 يوم، فهو بقاله تقريبا حوالي من 15 ل 20 يوم ان هو بياكل. فلازم تبقى انت عارف نوع التغذيه اللي كان الجرو او البابي بيتغذى عليها قبل ما انت تقتنيه، عشان ما تجيش انت مره واحده خدت البابي من المكان اللي انت اشتريته منه، رحت البيت فوجئت ان انت حطيت له اكل مختلف تماما عن الاكل اللي هو كان بيتغذى عليه، فبالتالي هيحصل له مشاكل معويه شديده جدا. وفتره الشهر ونص للبابي هي اصعب فتره، وفتره كريتيكال جدا، والبابي بيبقى فيري سنسيتيف للتعرض كتير من الامراض والمشاكل اللي بتصيب الجهاز المناعي وبتصيب الجهاز المعوي للكلب. فبالتالي نخلي بالنا جدا ان انا لازم اكون عارف الهيستوري بتاع التغذيه بتاع البابي اللي انا اشتريته. خدت البابي البيت. النهارده في كذا مدرسه، في مدرسه بتعتمد على الفريش فود، في مدرسه بتعتمد على الدراي فود. كل المدارس مش هنقول انها في مدرسه صح ومدرسه غلط، ولكن احنا هنتكلم بناء على خبرتنا كنصيحه عامه لكل عملائنا. النهارده الفترة الأولانية للكلب زي ما احنا قلنا بتبقى فترة حساسة جدا. أي لخبطة في الأكل وأي غلط او عنصر غذائي مش المفترض ان الكلب ياكله انا بدخله في السيستم الغذائي بتاعه في الفتره وهو لسه بابي صغير، هتتسبب في مشاكل كبيره جدا. طيب ايه الحل؟ الحل ان انا لو انا كمان ما عنديش خبره كبيره، فبالتالي انا لسه بجرب، فبالتالي اعمل ايه؟ خليك في السيف سايد. ايه السيف سايد؟ السيف سايد ان انت تعتمد بنسبه من 80 ل 100% على الدراي فود في الفترات الاولى من حياه الكلب، من سن الشهر ونص لغايه سن الاربع شهور. يبقى احنا كده هنقعد من شهر ونص لاربع شهور، يعني هنقعد تقريبا حوالي شهرين ونص معتمدين بنسبه كبيره على الدراي فود، ونبتدي نمشي جرادولي او بالتدريج لادخال الفريش فود. واما تيجي تعمل الموضوع ده ما تعملوش مره واحده عشان البابي ما يحصلوش شوك. ما يبقاش انت امبارح اكلته 100% دراي فود، تيجي النهارده تشيل الدراي فود خالص وتعتمد 100% على الفريش فود. معدة الكلب مش هتقدر انها تفهم ايه اللي حصل، فبالتالي هيحصل مشكلة كبيرة جدا. طيب هعمل الموضوع ده ازاي؟ امشي جراديولي مع الكلب ازاي وادخل الدراي فود مع الفريش، او ادخل الفريش مع الدراي؟ زي ما احنا قلنا كل يوم بتسحب 10% من الدراي فود وتدخل مكانهم 10% من الفريش فود. يعني لو انا بدي مثلا وجبه 300 جرام للكلب مثلا في اليوم من الدراي فود، بكره انا هديله 270 جرام وادخل 30 جرام فريش فود. اليوم اللي بعده هدخل 240 جرام دراي فود و60 جرام
فريش فود، اليوم اللي بعد كده هدخل 210 جرام دراي فود وادخل 90 جرام فريش فود، لغايه ما توصل للبالانس اللي هو المفترض اللي احنا بننصح بيه، ان 50% من الوجبه تبقى فريش فود و50% من الوجبه بتبقى دراي فود. او لو انت شايف ان انت اتس اوكي مفيش مشكله، انت عايز تعتمد بنسبه كبيره جدا على الفريش فود، مفيش برضو ما يمنع ان انت توصل لل100% من الفريش فود، ولكن لازم تقدم للكلب العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. طيب ايه العناصر الغذائيه اللي الكلب محتاجها؟ الكلاب بصفه عامه ربنا خلقها بنسميها الحيوانات اللاحمه. الحيوانات اللاحمه اللي هي بتعتمد بنسبه كبيره جدا على اكل البروتين، اكل اللحوم. احنا هنا في مصر عندنا اعتقاد خاطئ جدا، نجيب البابي او نجيب الكلب ناكله رز وناكله مكرونه وناكله خضار. طيب الكلب عامل زي الشبل او عامل زي الاسد، تخيل انت جبت اسد عندك في البيت صغير شبل وبتاكله رز ومكرونه وخضار، هيعمل ايه الاسد؟ اكيد مش هياكل، او هيموت من الجوع، او هياكل غصب عنه عشان جعان بس مش هيطلع اسد، هيطلع حاجه تانية خالص. نفس الموضوع، انت بتجيب كلب وبتنفست فلوس او بتحط فلوس ان انت عايز تشتري كلب محترم، رحت اشتريت كلب غالي جبته البيت حضرتك وعمال كل يوم تديله رز في مكرونه في خضار، مش ده الهرم الغذائي اللي هو بيعتمد عليه، ربنا ما خلقوش كده. الكلاب عامة من قديم الازل هي حيوانات المفترض انها بتصطاد الفرائس بتاعتها. الفرائس دي اللي هي ايه؟ اللي هي ارنب، فرخه، كل الحاجات اللي هي بتعتمد على البروتين، الحاجات اللي هي بيصطادها. فبالتالي ما بيروحش، ما شفتش انت كلب اكيد في الدنيا عند شجره وبياكل تفاحه مثلا، او بياكل خياره، او بياكل جزره. مش معنى ذلك ان احنا بنقول ما ندخلش في العناصر الغذائيه خضروات وكربوهيدرات، لا بالعكس، احنا بنقول عايزين يبقى هرم غذائي متكامل مكون من الكربوهيدرات والمينرالز او الاملاح، ومكون من العنصر المهم جدا وهو البروتين. ولكن دايما وجبه الكلب بتبقى بنسبه كبيره جدا معتمده على البروتين بتقريبا من 50 ل 60% من حجم الوجبه. النقطة اللي بعد كده المهمة جدا، عملاء كتير بتسألنا طب الدراي فود احنا بنسمع ان هو ممكن يجيب مشاكل. الدراي فود ما بيجيبش مشاكل لو من شركة سيرتيفايد، شركة معترف بيها. ما اروحش اجيب دراي فود معمول من يعني ingredients او مكونات مجهولة المصدر او شركة مجهولة المصدر مجرد ان هو رخيص واكله للكلب واقول انا باكل دراي فود. الكلب مع مرور الوقت هيحصل له مشاكل في الامعاء، هيحصل له مشاكل في المثانه، هيحصل حصوات في الكبد والكلى. يعني الموضوع هيدخلك لو انت بتوفر فلوس في الدراي فود هتدفعها عند الدكتورز، وان انت تعمل عمليات عشان تحل المشاكل الطبيه اللي الكلب هيتعرض لها. فمش بنقول لك هات اغلى نوع، ولكن في انواع معترف بيها جدا على سبيل المثال وليس الحصر، زي الرويال كانين، زي الجوسيرا، زي تشامب، انواع كتيره جدا معروفه جدا. انت لو عملت سيرش على الجوجل اكتب اللي هم يعني السيرتيفايد دراي فود، او يعني اعمل كلاسيفيكيشن او شرح للدراي فود من احسن نوع لاقل نوع، وهات النوع اللي في الوسط. مش لازم تجيب اغلى حاجه، ومش لازم تجيب النوع المجهول المصدر. مهم جدا الدراي فود خصوصا في الفتره الاولانيه. بعد كده لو انت عايز تسحب الدراي وتدخل فريش مفيش ما يمنع الموضوع ده. نقطه هامه جدا، احنا هنا في مصر عندنا فاكرين ان الكلب ده المفترض ان هو ياكل اي حاجه. يعني يقول لك انا جبت حيوان او جبت كلب اكله اي حاجه وخلاص. دي معلومه خاطئه تماما، وبتظلم الكلب وبتظلم نفسك، وهتسبب في مشاكل صحيه للكلب كبيره جدا، والكلب هيطلع حاجه تانية غير اللي انت متخيلها. يعني المشكله في ايه؟ بيجي عميل النهارده بيشتري كلب غالي، بيشتري مثلا كلب جيرمان شيبرد هنفترض موجود من عندنا من دوجز ايجيبت، وخد الكلب مواصفاته هايله جدا، كلب محترم جدا، ياخد الكلب ياكله ايه بقى؟ زي ما احنا قلنا عيش ورز ومكرونه وهياكل ورجول فراخ. الكلب طبعا بيكبر في السن بيبقى حاجه تانية خالص. يا جماعه الكلاب ما بتاكلش عظم
يا جماعه الكلاب ما بتاكلش هياكل، يا جماعه الكلاب ما بتاكلش رجول فراخ. يعني قول واحد. اسهل لكم الموضوع شويه، اللي انت تقدر تاكله او اللي انت محتاجه كانسان او كجسم بشري هو اللي الكلب محتاجه. فلو انت او انا يا سيدي هقدر ان انا اعيش على رز ومكرونه وهياكل ورجول فراخ وروس فراخ، هل هقدر اعيش؟ هل جسمي هيبقى هيلثي وصحي؟ فبالتالي احنا بنعمل كده، بنجيب الكلب نظلمه ناكله اي حاجه. مع مرور الوقت الكلب طبعا جسمانيا بيبقى هزيل جدا، شعره ما بيبقاش زي ما انت متخيل، حجمه ما بيبقاش زي ما انت متخيل، الهياكل والروس والعظم اللي بيتم تكسيره بينزل في معده الكلب، بيقطع جدار المعده للكلب وانت مش واخد بالك، ومع مرور الوقت تلاقي الكلب ده راح منك تماما. مش معنى ذلك ان احنا بنقول ان انت هات اغلى انواع اللحوم، في انواع اللحوم بتبقى رخيصه مستورده بواقي لحوم، يعني ايا كان في مربي بيقدر ان هو يتحمل تكلفه تغذيه للكلب بالاف الجنيهات في الشهر، وفي مربي تاني قدرته ان هو ياكل الكلب ده ب 500 جنيه في الشهر. ده صح وده صح، ولكن نراعي ربنا كويس. لو انا ما عنديش القدره الماديه ان انا ااكل الكلب وانشئه بشكل صحي واديله العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها، ما اجيبوش، او اجيب كلب صغير اقدر ان انا ااكله احجام او كميات اكل صغيره من العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها. يبقى احنا كده نعيد النقط تاني. اول حاجه عندي القدره ان انا ااكل الكلب واعتني بيه، هاته. ما عندكش قدامك حلين، يا ما تجيبوش خالص اجيب كلب صغير. النقطه اللي بعد كده، الكلاب ما بتاكلش العظم. لو انت عايز نتكلم على العظم، ممكن بنجيب العظم الكبير اللي هو بنسميه المواسير، ده الكلب ما بيعرفش يكسره، ولكن هو بيشغل فيه غريزه العض اللي عنده، فبالتالي بيستفيد كالسيوم ويعني بيحب الموضوع ده، ولكن ما بيتكسرش لقطع صغيره فبالتالي تاذيه. انما ده ما بيتاكلش، فالعظم الصغير ده ممنوع، عظم الفراخ ممنوع، ده كل ده ممنوع. رجول الفراخ والروس او راس الفراخ ده ممنوع تماما يا جماعه. اللي بعد كده الهياكل، قول لي ايه العناصر الغذائيه اللي موجوده في هياكل الفراخ؟ فده ما ينفعش برضه. فلو سمحتم نشوف سورس للتغذيه ما يكونش غالي، ولكن نبص للوجبه قبل ما نديها للكلب بتاعنا. لو انا رضيت ان انا كانسان اكل الوجبه دي وهتديني عناصر غذائيه كويسه تقدر تخليني اعيش بشكل صحي، اتس اوكي اديها للكلب بتاعي. ما رضيتش او مش هقدر، يبقى ما اديهاش للكلب. مش مهم الوجبه دي قيمتها كام، المهم ان انت بص للعناصر الغذائيه، بص الانجريدينتس، المكونات اللي موجوده في الوجبه، عشان انت بتنفست في الكلب بتاعك. متوسط عمر الكلب يا جماعه تقريبا ممكن يوصل من 13 ل 15 سنه. فالنهارده تجيب كلب في اول 3 أو 4 سنين انت بتهده غذائيا، بتديله عناصر بتضره، فبالتالي هتقعد بقى من سن ال3 سنين لغايه سن ما يبقى عنده 10 سنين انت بتعالج فيه نتيجه ان انت بتاكله غلط. اهم حاجه يا جماعه هي اللي بنسميها التغذيه العلاجيه. اكل كلبك صح عشان تلاقي كلب صحي هيلثي، ما يعملكش مشاكل في المستقبل، تلاقي شكله زي ما انت متخيل، شعره شكله كويس، لون الكلب شكله كويس، بحيث يبقى كل اللي انت بتفكر فيه تلاقيه. غير كده لا. يبقى انا بنصحكم كاخ ويعني ونقول عندي خبره الى حد ما في هذا المجال، انصحك ما تجيبش كلب تظلمه معاك. صديقك هو صاحبك، الكلب هو صاحب. لو انت تقبل ان انت تدي لصاحبك حاجه مش كويسه تضره، ادي للكلب الحاجه دي. ما ترضاهاش على صاحبك، ما ترضاهاش على صديقك الوفي الكلب. شكرا ليكم، ارجو ان الفيديو يكون مفيد، ارجو ان احنا نعمل لايك وشير للفيديو لو عجبكم، ونعمل سبسكرايب في البيج، ونفعل زر الالارم او الجرس، عشان احنا كل يوم بننزل فيديو مفيد. اول ما ينزل الفيديو يجيلك الارم على الموبايل بتاعك ان احنا نزلنا فيديو وتخش تتفرج عليه. بشكركم والى اللقاء في فيديو اخر. السلام عليكم.